السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيفكم متابعين الأعزاء؟ إن شاء الله تكونوا بخير ومنحين ومبسوطين. أنا بدي أقدم معكم اليوم هذا الطبق، هو المقلوبة. طبختها معكم عدة مرات في القناة، عشان هيك بدي أختصر كثير من المراحل. هذا طبق شهي، هو في الأساس طبق فلسطيني، بتكون من الدجاج والخضار المقلية. طبعا الخضار ممكن تضيفي الباذنجان، ممكن تضيفي البطاطا، ممكن باذنجان لحاله، ممكن بطاطا لحالها، ممكن زهرة لحالها، ممكن تضيفي باذنجان وبطاطا وزهرة وجزر وبصل. طبعا يكون كله مقلي. بنضاف لهاي الأكلة طبعا بتقشر الباذنجان مخطط زي ما انتم شايفين، وبتقطع بسمك سنتي واحد، ويعني ما بيكون رفيع، بكون سميك شوي. ممكن نشويه شوي إذا ما بدنا نستخدم زيوت كثير، لكن أنا اليوم بدي أقليه وبدي إياه يكون الأكلة طرية ومش محمرة كثير، حسب طلب اللي بدهم ياكلوها. ما بدهم الدجاج يكون محمر، عشان هيك أنا بدي أحط في أسفل الوعاء اللي بدي أطبخ فيه، بدي أحط شرحات من البندورة علشان ما تتحمر من تحت وتكون مشحوطة شوية، مع العلم إني أنا بحبها محمرة. بقطع الخضار وبدي أقليها عشان أختصر معكم الوقت. بدي أقلي كل الخضار هاي، يعني قلي لدرجة إنها توصل للون الذهبي عشان تعطي الرز نكهة وطعم مميز. في ناس بتحب تغمقها في القلي وبكون الرز لونه أغمق، لكن أنا بحب تكون درجة القلي متوسطة تعطيني اللون الذهبي الجميل. وطبعا أنا بدي أضيف حبتين من البصل، بدي أقليهم طبعا، وبدي أستخدم في هاي الأكلة الباذنجان والبطاطا وكمية بسيطة من الزهرة. أنا الزهرة عندي مفرزنة من أول، يعني موجودة بالفريزر، وبنتبه وأنا بقطع في الخضار تكون في منطقة تالفة لازم نشيلها يا صبايا. وهي بدي أورجيكم المواد اللي بدي أستخدمها. عندي هون الدجاج مغسول ومصفى بعد ما غسلته بالطحين والليمون والطحينية، صفيته وطلعت من الفريزر قطعة من البصل والثوم مفرزناهم، هاي مخصوص للشوربات بعملها، وورقات غار وحبات هيل وحبات فلفل أسمر حصى زي ما هم هيك. بدي أحطهم في الوعاء، أقلبهم بدون زيوت بدون إشي، وأضيف عليهم المي اللي بتغلي، وأسلق الدجاج لحد ما يستوي. والرز عندي هنا ناقعة وبغير ميته عدة مرات وبغسله قبل الاستخدام. وهاي هي صبايا البهارات اللي بدي استخدمها مع الرز للمقلوبة. هي الفلفل الأسمر، الهيل، بهار المقلوبة، الكرفة، قليل من الكركم والكزبرة المطحونة. هون أنا خلصت، هاي شايفين يا صبايا، بدي أحط في أسفل الوعاء. خلصت قلي المقالي زي ما أنتم شايفين، لونها ذهبي جميل. وبدي أحط في أسفل الوعاء اللهم صل على سيدنا محمد شرحات من البندورة، وهاي البهارات اللي ورجيتكم إياها وحكيت لكم عنها. يعني بدي أخلطها بالرز لما أضيفها على الدجاج والمقالي. طريقة تطبيق المقلوبة الآن بتشوفوها، إني باخد الدجاج المسلوق اللي أخذت منه الشوربة وصفيتها من البهارات الخشنة زي ما أنتم شايفين حبيباتي، وبحط الدجاج الوجه للأسفل على إنه رح يصير لما أقلبها بصير للأعلى زي ما أنتم شايفين حبيباتي. بصفت الدجاج في أسفل الوعاء فوق شرحات البندورة. ممكن ما أضيف البندورة ويطلع الرز معي محمر، لكن أنا اليوم ما بدي إياه يتحمر، يعني بدي إياه يعطيني اللون الطبيعي بس يكون مستوي ولذيذ. وبضيف المقالي الآن. ممكن أرتبها بشكل منتظم حوالين الدجاج الباذنجان، لكن أنا بدي أحطها بشكل عشوائي اليوم. شايفين يا صبايا، بضيف كل المقالي زي ما انتم شايفين، الباذنجان والبطاطا والزهرة والحبتين البصل قليتهم كمان، شوفوا.
بضيفهم، ممكن ترتبيهم بالشكل اللي انت بترغبي فيه. وبعد ما اكمل الاضافة هاي بجيب الرز وبخلطه بالبهارات اللي ورجيتكم اياها. طبعا الرز اضفت له قليل من الملح، لاني انا الشوربة مملحة عشان الدجاج يكون ماخد طعمه. يعني القليل الملح اللي بدي اضيفه هذا عشان يملح المقالي. زي ما انتم شايفين يا صبايا، رتبتها بشكل عشوائي لكن تطلع معي مقلوبة رائعة جدا. وهي الرزات اضفت لهم شوية ملح، شوفوا حبيباتي، وبسكبهم على الدجاج وبرتب سطح الطنجرة. يعني البهارات صحيح مش مخلوطة بالرز كويس، لكن لأني بدي أدير الشوربة ومع الغليان راح تتوزع البهارات بشكل رائع جدا، وتعطيني أطيب وأشهى طعم للمقلوبة. وهنا زي ما انتم شايفين بشربها بمرق الدجاج اللي استخلصته من بعد سلق الدجاج. طبعا صفيته، وهيك انتهت معي الأكلة. هاي حفيدي الله يسعد قلبه قاعد لي بسكب لي فيها، وطلعت معاي أطيب وأفخر طنجرة مقلوبة بتاكلوها. ريحة وطعم وشكل شهي جدا. بتمنى يا صبايا تتابعوني على قناتي روح وريحان، واللي بحب يشوف تفاصيل مختلفة لأكلة المقلوبة أنا عاملاها معكم في القناة مرات عديدة، يمكن أكثر من 10 مرات، وكل مرة بطريقة مختلفة وتفاصيل مختلفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.